الله يرحمك يا صاحبي. ألف رحمة ونور عليك. اطلع معايا. طب بالراحة طيب جاي. قوم البيت ظابط عاوزك. يا عم ما تشدش كده وأنا جاي معاك، أنت عامل لك كده ليه؟ بتعملي إيه هنا؟ يا ابني هو انت في بيتكم؟ المدام عاوزه تتكلم معاك كلمتين. هو اتكلمها بداوي. تعال. نعم. انا جايه احل اللي بينا ودي اخر مره هتكلم معاك في الموضوع ده. لا خلي القانون ياخد مجراه، اللي بيني وبينك يفصل فيه القانون. القانون اللي انت بتتكلم عنه ده بيعملوه الناس اللي زيي عشان يحجموا الناس اللي زيك. لو انت الصادق القانون ده بقى عشان الناس اللي زيي يربوا الناس اللي زيك. والله؟ اه. طب خلي بقى القانون ينفعك، وان ما لفتش حوالين رقبتك حبل المشنقه ما بقاش انا فريده. المهم بس ما تقعديش تدوري عليا عشان تساوميني، لان انا اخر واحد في الدنيا ممكن تشتريه. الزياره انتهت يا باشا. المدام عايزاك. ايه حكايه الشركه الجديده اللي عملتوها دي من غير ما اعرف؟ مش مفروض يبقى في ورق؟ الحقيقه يا فندم الموضوع كله والورق في ايد مدام فريده. يعني ايه في ايد مدام فريده؟ عايز افهم. مش دي الشركه برضو مفروض يبقى في ورق؟ حضرتك الموضوع ده تحديدا هي مأكده ان هي الوحيده المسؤوله عن الكلام فيه. اتغيرت يا اكرم، اتغيرت قوي. فاكر لما انا جبتك هنا كنت عامل ازاي؟ يا فندم انا تحت امرك وعمري ما هنسى جمايلك عليا، لكن صدقني انا فعلا ما عنديش معلومات عن الموضوع ده. واضح ان انا كان لازم انزل الشركه هنا من زمان عشان اعرف كل حاجه بتحصل هنا. استاذن انا بعد اذنك. صباح الخير يعني. صباح النور. مش عايزاك تفكر كتير، ريح دماغك. الوقت اللي انت بعدت فيه عن الشركة حاجات كتيرة قوي اتغيرت، مش في الشركة بس، لا في البلد كلها. وبعدين انا عايزاك تصدقني، اللي انا بعمله ده صح، وصح جدا كمان. ادخل. في أنسة بره اسمها مها بتقول إن في ميعاد مع حضرتك. دخليه على مكتب أكرم، هو عارف هيعمل إيه. أوكي. ازيك يا مها؟ الحمد لله. اقعدي واقفه ليه؟ مالك في حاجه؟ أنا اتبهدلت قوي أكرم بيه بصراحة، ومش هينفع أرجع الحارة دي ولا أقعد فيها تاني. أنا عملت اللي عملته ده عشان حسيت إن مدام فريدة مظلومة فعلا، وأنا ما يرضينيش الظلم. والله ما عشان خاطر فلوس أبدا، أنا مش مادية ولا بتاعت الكلام ده. مصدقك. طب وماهر؟ ماهر أنا ما ينفعش أفضل على ذمته، مش هعرف أتحرك ولا أروح يمين ولا شمال. دي أمه مبهدلاني في الطلعة والنازلة. تخيل ضربتني النهارده أنا وأمي. لا موضوع ماهر ده موضوع بسيط، واذا كان يا ستي على الحاره ما تروحيش. من النهارده يبقى عندك بيت جديد تعيشي فيه. والنبي صحيح فين؟ هقول لك، روحي انت بس استلمي شغلك وبعدين نتكلم. طب اروح على البيت احضر شنطه هدومي عشان اكون جاهزه على الشغل على طول؟ ولا شنطه هدوم ولا حاجه، احنا هناخدك بهدومك اللي عليكي، وانا هديكي فلوس تجيبي لبس وتروقي نفسك. اهم حاجه تبقي مبسوطه. ربنا يكرمك ويبارك لك يا رب ويعلي مراتبك. والله انت راجل جدع، اول يوم شفتك فيه قلت راجل جدع والله. ميرسي. ابني حبيبي والنبي المظلوم بريء. ادعي لي ياما ربنا يهونها عليا. جبت لك لحمه وفراخ تلاقيك خفتان. يبقى صوريهم ياما وابعتهم لي على الفيسبوك وانا رايح رحله. ايه يا عم انت ده هتودينا في داهيه. خدها هتنفعك جوه، هتحوش عنا شر اللبش. يا عم هي دي اللبش كله، انا كده كده رايح في داهيه، هتزودها دهيتين. ربنا يقصر ليلتك يا ابني. اللحمه، الفراخ، اللحمه يا ابني، يا ابني، يا ابني. ولا انا مش قلت ما تجيش هنا تاني؟ لو جيت هنا تاني هلعب لك في وشك البخت. امشي. يا عم
السلام عليكم يا رجاله. ايه بس يلا ارجع 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 منك ليه؟ ارجع 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 يلا ارجع ارجع يا ولاد حبيبي زقاق. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه اللي جابك هنا يا كبير؟ لا مكانك ولا مقامك. الحمد لله ان انت هنا. ابو الرجوله والجدعنه مش ممكن. اقسم بالله لو اعرف ان انا هقابلك هنا تاني انا كنت شرفت هنا من زمان. الله يكرمك. مين الاخ؟ لا ما يشغلكش، ده الحارس الخاص بتاع الباشا، البودي جارد يعني. الباشا مين؟ الباشا الكبير صاحب السجن. صاحب السجن؟ هو مش السجن برضه بتاع الحكومه ولا ايه؟ لا انت فاهم غلط. انا فاهمك يا عم ماهر. الحكومه تبني السجن، تبني العنابر دي، لكن صاحب السجن الحقيقي هو اللي مسيطر. اللي مسيطر عليه. اه طب انت اتسجنت هنا ليه؟ اتقفشت كالعاده يا عم ماهر. رحت رايح قدام وكيل النيابه وقعدت بقى اجمع في الكلام اللي انت قلته لي، اجمع في الكلام اللي انت قلته لي، ما افتكرتش منه اي حاجه غير منصه التفتيش. قعدت اقول له يا باشا منصه التفتيش منصه التفتيش، يقول لي يا ابني غير. اقول له منصه التفتيش، حبسني. انت بتضحك وانت برضه بتقول منصه التفتيش ولا اتحبست ليه؟ لا انا ما قلتش منصه التفتيش، بصراحه ربنا الكلمتين اللي انت قلتهم لي كان فيهم البركه، هم اللي انا قلتهم. الوليه بنت الحرام بقى حست ان الموضوع خلص وان انا طلعت منها خلاص، راحت راميه بلاها عليا، عملت لي قضيه سرقه وتعدي وعملت لي تقرير طبي، واديك اهو زي ما انت شايف شرفت هنا. انما انت ايه اللي جابك هنا؟ باشا 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 دل على السلامه يا باشا، حمام العافيه. بدوم يا سيدي. ده اهل الوارد الجديد ده. خد يا ابني انت. تعال هنا كلم الباشا. خش يا ابني. تعال. يا باشا. انت اسمك ايه؟ ماهر يا باشا. ماهر. انت اول مره تخش السجن؟ ايوه يا باشا. واضح انك صاحبت على العالم اللي في العنبر دول كلهم. دليل ان وشك يعني لا فيه اثر ضرب ولا خناق. مؤاخذه يا باشا، عم ماهر ده ابو الرجوله كلها وصاحبي وحبيبي وعمره ما دخل اسم، لا وايه موسوعه في القانون وجاها بس في المحاكم. الله لا لا لا، انت محامي؟ لا يا باشا. لا، امال ايه حجه في القانون؟ حجه في المحاكم؟ ما تفهمني. انا عندي مكتبه لكتابه الرسائل العلميه. مثقف بالمهنه يعني. مثقف بالمهنه. وانت قضيتك ايه بقى ان شاء الله؟ لا ده مشوار طويل قوي بقى طول شرحه. يا عم اختصر. وقعت في واحده من اللي بيسموه سيدات الاعمال الكبار. زي مين يعني؟ اسمها فريده عبد السلام. فريده عبد السلام؟ دي من اشهر اعضاء النادي بتاعي. ايه ده، هو حضرتك تعرفها؟ ايه اللي اعرفها؟ ده احنا ياما لعبنا مع بعض كروكيه وكنت بنافسها في بطوله النادي. كروكيه ده بيتلعب ازاي يا باشا؟ بالراس ولا بالرجل ولا بالايد ولا ايه؟ لا، تلعب بهدوء يا خفيف. بهدوء؟ يعني لو الواحد قال على هدوء ما يلعبش؟ لا العب براحتك يا حبيبي. سعادتك بقى مسجون هنا ليه؟ مسجون هنا ليه؟ تقدر تقول اكل عيش. اكل عيش؟ هو حرامي ولا ايه؟ تعالى اقعد جنبي هنا. ايوه يا باشا. اسمعني، انت قلت لي اسمك ايه؟ ماهر يا باشا. ماهر. بص يا ماهر، العالم اللي احنا عايشين فيه ده كله عالم مادي، واحنا ماشيين معاه كده وخلاص. اسمح لي سعادتك يعني اختلف مع حضرتك في وجهه النظر دي، لان انا مؤمن بمقوله البير كامي. ايه؟ مين يا اخويا؟ البير كامي لما قال ايه بقى؟ اننا نستطيع ان ندرك الاحداث من خلال العلم، لكن ما نقدرش ندرك العالم كله، لان العالم ممكن يكون شيء مختلف تماما عما تدركه حواسنا. الله الله الله، ده انت طلعت مثقف اهو كمان. لا مش انا يا باشا، ده البير كامي هو اللي مثقف. بس تصدق انا مبسوط انك انت انضميت للكلاب بتاعنا ده. الله يخليك. شكلنا كده هنبقى اصحاب. ده شرف ليا يا باشا، الله يخليك. طب يلا يا اخويا، وقتك خلص، عايز انام. ماشي. يلا سلام يا حبيبي. لذيذ قوي بس رخم. يا عم ماهر الكلام الكبير اللي بتقوله ده
بتجيبه منين؟ ده انت افحمت راجل. فهمت يعني ايه؟ ايوه انت قلت كلام كبير قوي، وواضح ان انت بتقرا كتير يا صاحبي وبتاع حوارات وكده يعني. لا انا قاري بس مش بتاع حوارات، انا قاري وهاري في القرايه. اقول لك بقى ماذا قال الفيلسوف بيتر ميمي. قال لي ايه؟ لا لا لا، انا عايزك تقول لي يعني ايه اللي هي حواسنا اللي انت قلتها دي. الحواس الخمسه يا ابني مش عارفها؟ حاسه اللمس، حاسه التذوق، عارف حاسه الشم وحاسه السمع اللي هم حاسه الشمع. الشمع صحيح، العلم نور. شفت بقى نور ازاي؟ يا نهار عليك يا عم. هابي بيرث داي حاسه.